السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مرة ثانية على قناة صوت نساء. اليوم إن شاء الله نقدم لكم طريقة تحضير حلوى سهلة واقتصادية. تلزمنا كمقادير لتحضيرها: مقدار من الطحين، 2 كيسان ديال السكر كلاصي، 4 البيضات، خمارة، نص كاس ديال الكوك، 250 غرام ديال الزبدة مارغرين، قبيصة ديال الملح. كذلك نحتاجو نص كاس ديال السكر سنيدة ونص كاس ديال الكوك من اجل التزيين. نمروا دابا طريقه التحضير. في المرحله الاولى تنقوموا بخلط زبده مارغرين مع السكر كلاصي، تنخلطوهم مزيان. تنبقاو نخلطوا السكر كلاصي والزبده حتى تنحصلوا على خليط بهذا القوام اللي كتشاهدوا معنا. بعد ما خلطنا الزبده والسكر كلاصي مزيان، غنضيفوا ليهم 2 البيضات كاملين، و2 ديال الصفار. ونضيفوا ليهم نص كاس ديال الكوك، قبيصه ديال الملح، نخلطوا العناصر مره اخرى مزيان. بعد ما يتخلطوا تنبداو نضيفوا الطحين شويه بشويه، وتنراقبوا يعني كثافه ديال العجين ديالنا واش مسكات ولا مازال. لا لاحظنا بان العجين ديالنا مازال ما تجمعش، تنضيفوا كميات قليله ديال الطحين حتى كنحصلوا على القوام اللي بغينا. وما نساوش كذلك نضيفوا يعني باكيه ديال الخميره ديال الحلوى. بعد ما خلطنا العناصر كامله تنحصلوا على عجين، ثم بعد ذلك تنمروا عمليه تشكيل الحلوى ديالنا. تناخذوا كميه قليله من العجين تنشكلوها في يدينا على شكل كره، ثم بعد ذلك تنشكلوها على الشكل التالي. تنحاولوا نرققوها من ناحيه الاطراف، بعد ذلك تنعطوها هذا الشكل. نوريكم واحده اخرى. بعد ما انتهينا من تشكيل الحلوى ديالنا، تنمروا الان لطريقه التزيين. تناخذوا الحلوى ديالنا تنوضعوها في بيات البيض، ثم بعد ذلك تنوضعوها في خليط السكر سنيده والكوك. تنكرروا نفس العمليه حتى كنكملوا كل الحلوى ديالنا. بعد ذلك تنوضعوها يعني في سيريه تدخل الفران وتنطيبوها حتى كتحمر، وبالصحه والراحه.